ملي كنت جايه من الخدمه حتى نشوف بركابي خارج من دارهم الدفوع. قال لك غادي يخطب، وانا جايه بحال الهبيله. حتى كيتلقاو ليا عائله الدرب وكيقولوا لي ما مكتابينش لبعضياتكم، الله يجيب لك ما احسن. وداك الشيء اللي غيوقع لي في الاخر كون يموت او ما يطيحش فيه. توفى الوالد وخلاني عايشه انا والوالده وخوتي صغار مني. كانت ماما مسكينه الحلم ديالها انها تشوفني عروس، كانت كتبغيني وتسطع ليا وتي كانت حنينه فينا بزاف. انا كنت كنبغي ولد دربنا، كنت كنموت ونسطع عليه وحتى هو كنبين لي انه كيبغيني. كان كلشي عارفنا مع بعضياتنا، وانا كنت كنموت على الطرب اللي كان كيمشي عليه. قريت وكملت قرايتي وخدمت في بنكه، اما هو كان غير مشومر من بريكول لبريكول. راكم عارفين اللي ما كيكملش قرايته كيفاش كتكون حياته. ومع ذلك انا كان عاجبني وباغاه وقابله به. كان الحلم ديالو انه يمشي لطاليان، هو يحلم وانا نفك معاه. معيات فيا ماما كتقول لي بعدي منه راه ما يصلحش ليك، بعدي منه راه كيتسطع لك، راه ما باغيش يتزوج بيك، وحتى الا مشى تزوج بك غادي يعيشك في العذاب. انا كنقول لها نو كحل عيونه هو اللي ندي. كنبغيه وكيبغيني ماما، انت ما كتعرفي والو. كنت هازه دارنا في المصاريف كامله، اللي بغاوه خوتي وماما كانت كتحضر، مهليه فيهم وما منقصاهم من حتى شي حاجه. حتى النهار اللي ماما صحتها بدات كتعيا وما عرفناهاش مالها، انا وليت كنركز ليه على الزواج فين ما نطلق معاه. نقول لي امتى غادي نتزوجوا، واش باقي ما وصلش الوقيته اللي غادي تخطبني فيها. وهو كيتهرب مني كيقول لي مازال اش بغينا نديرو بشي جواج دابا، خلي بعدا تنوصل لداكشي اللي بغيت. باقي ما مشيت لا لطاليان لا الجوج، الزوج غادي غير يزيرنا. وغير صبري معايا مازال شويه غير صبري. مشات ايام وجات ايام، واحد النهار وانا راجعه من الخدمه مع الدخلات ديال الدرب كنسمع في الزغاريت والعلامات. مع الدوره اللي غادي نوصل لدارهم لقيت الدفوع خارج من قدام الباب، وانا كنشوف وكنحاول نفهم داكشي اللي كنشوف فيه شنو هو. حتى كيوقفوا عليا عيلة الدرب وكيقولوا لي وراكم ما مكتابينش لبعضياتكم، الله يصبرك بنيتي. انا تصدمت وتشللت وما عرفت لا نقدم ولا نوخر. دموعي بداو كيطيحوا وداكشي اللي هازه في يدي كله طاح في الارض. تميت غاديه للدار وانا كنجر غير في رجليا. قالت لي ماما مسكينه بيديها بجوج، هي تبكي وانا نبكي، وانا اللي في فمي غير حسبي الله ونعم الوكيل. هما كملوا العرس وجابوا العروسه للدار، وانا سيمانه ما خرجتش للزنقه. درت شهاده مرضيه وجلست في الدار، ما بقات عندي الرغبه ديال حتى شي حاجه، ما بقيت باغا نشوف حد. طفيت التليفون وتكمشت وبقيت كنقول يا ربي تاخذ لي حقي. مرضت في صحتي وما بقيت لا كناكل لا كنشرب لا كنعس. حتى النهار اللي انا خارجه فيه من الدار مورا المغرب مشيت للصيدليه نسخر لماما نجيب لها شي دواء. الهزه اللي غادي تجي نهز عينيا حتى لقيت بركابي واقف عليا